المباراة قاد فيها رونالدينيو وبرشلونة للفوز على ريال مدريد 3-0. كان في طفل برازيلي بيتفرج على المباراة وبيحلم يكون مكانه في يوم من الأيام، وده كان طبيعي لأن برشلونة لعب ليه أساطير برازيليين كتير زي روماريو، رونالدو، ريفالدو ورونالدينيو. ولكن من كل البرازيليين دول كان في لاعب مختلف، لاعب ملتزم جوه وبره الملعب بيحركه الغضب والخوف، واختلافه ده كان أكبر سبب لمعاناته في مسيرته. واللاعب ده هو رافائيل دياز بيرولي المعروف برافينيا. وده كان الطفل اللي بيتفرج على رونالدينيو وبيحلم يكون زيه، لأنه كبر في نفس حي رونالدينيو وشاف ازاي الكورة خرجته من الفقر وازاي الكل بيقدره وبيحترمه. ودي قصة صعود رافينيا للقمة. قبل ما نكمل الفيديو، تقريبا 99% من اللي بيتفرجوا مش مشتركين، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديو الجاي وتساعدنا ننزل اكتر. اتولد رافينيا في 14 ديسمبر 1996 في مدينة بورتو أليجري في البرازيل، في حي هشتنجا، حي شديد الفقر ومليان جرايم وعصابات. وأسرة رافينيا كانت فقيرة جدا، مكونة من أب وأم وطفلين وحيوانات أليفة، ومن كتر فقرهم عاشوا في أوضة واحدة بس. infância precária, né, de um bairro, uma comunidade. Vivia meu pai e minha mãe, até os 3 anos era eu, mas depois meu irmão nasceu quando eu tinha 3 anos e alguns meses. Então era praticamente nós 4, um gato, um cachorro, sempre tinha algum animal de estimação. أبوه رافائيل بيلولي كان عازف طبلة في فرقة سامبا محلية، موسيقي بسيط ولكنه معروف في منطقته. وكمان أبوه برازيلي من أصل إيطالي، فده سمح لرافينيا إن هو يقدم على الجنسية الإيطالية وياخدها لما وصل أوروبا. وأم رافينيا فيرونيكا بيلولي، الست اللي اشتغلت كل حاجة تقريبا عشان تقدر تساعده، كانت بتبيع في الشارع حاجات بسيطة عشان توفر له فلوس المواصلات فيما بعد. كانت بتشتغل في البيوت في المحلات، تعمل أي حاجة تقريبا قدامها. ورافينيا قال في مقابلة من قريب إن أمه كانت بتحرم نفسها من العشاء عشان أولادها، وإن هي أكتر حد دعمه في طفولته. ولكن للأسف انفصلت عن أبوه وهو طفل صغير، وده ما منعهاش إن هي تسافر معاه في كل مكان. ودي حاجة نادرة في الأسر الفقيرة بصراحة. مش بنلاقي إن الأهل بيدعموا أطفالهم أو الحاجات اللي هم عايزينها، لأن هم بيكونوا مشغولين بالنجاة النهاردة، لأن هم مش فاضيين يخططوا لبكرة أصلا. كل الأطفال في البرازيل عايزين يكونوا لعيبة كورة، ولكن اللي خلى رافينيا يسخر حياته كلها للهدف ده هو مقابلة رونالدينيو. رافينيا شاف إن إزاي كل الناس في الحي بيقدروه، وإزاي إنه عايش حياة كويسة وعنده بيت كبير، خصوصا لما حضر حفلة عيد ميلاد رونالدينيو وهو عنده 7 سنين، لأن الفرقة اللي كانت بتعزف في عيد ميلاد رونالدينيو كانت الفرقة بتاعت أبوه اللي شغال فيها. وهناك شاف الحياة اللي هو عايزها، وعرف إن الكورة هي اللي هتوصله لده. وبالمناسبة الكلام ده كان في 2003، ودي السنة اللي انتقل فيها رونالدينيو لبرشلونة. رافينيا خرج من المدرسة عشان يركز في الكورة، وراح بالفعل اختبارات أكاديميات كتير في البرازيل زي جريميو انترناسيونال، ولكن كل الأكاديميات كانت بترفضه لسبب واحد. Já na categoria de base do Inter, fui reprovado, fiz teste na categoria de base do Grêmio, fui reprovado também. Na época, comparado aos outros jogadores da minha idade, eu era muito pequeno, eu era muito magrinho. Então essa era a desculpa dos clubes, dos diretores, dos treinadores. وكمان صحابه اترفضوا معاه، اللي هو على كلامه كانوا أحسن منه في الكورة، وكلهم كانوا كبروا مع بعض. واللي خلى الموضوع فعلا محبط هو إن صحابه دول كلهم اتجهوا لحياة الجريمة زي باقي الحي والمخدرات طبعا. ولكن اللي خلى رافينيا يستمر في لعب الكورة ويستمر في مطاردة حلمه ده هي وجود أمه معاه. وفي الفترة دي ما كانش قدامه غير كرة الشوارع، فبالفعل شارك في بطولات فارزيا في البرازيل، ودي بطولات شعبية بيتلعب فيها كورة في الشوارع أو في ملاعب ترابية، وخرج منها لاعبين كبار زي رونالدينيو نفسه وروماريو وجابرييل خيسوس. مشكلة بطولات فارزيا دي إن هي مش رسمية، فقوانينها بتختلف بشكل كبير من كل حي للتاني. فمثلا في حي هشتنجا اللي رافينيا منه، اللي بتسيطر عليه العصابات والجريمة، هتلاقي إن هي كلها عنف ومراهنات. رافينيا كان بيقول إنه اتعلم ما يحسش بالضغط بسبب البطولات دي. وفي مقولة عامة في البرازيل بتقول إن اللي بينجو من بطولات فارسيا يقدر ينجو في أي مكان تاني في العالم. وده فعلا كان باين في البطولات دي بالنسبة لرافينيا، لأنه كان طبيعي جدا إن هو يتهدد بالقتل قبل المباريات لو كسب فيها أو سجل، وكان بيلعب وسط أصوات ضرب النار وأصوات الألعاب النارية وتهديدات كتير. كفاية بس أنت تعرف إن الناس كانت بتستناهم بالأسلحة بره. Muitas vezes já aconteceu de eu ir jogar uma final de um campeonato em uma outra comunidade e eu tá dentro do vestiário trocando de roupa e os caras batendo na porta dizendo que se a gente ganhasse a gente ia morrer ali, que a gente não ia sair dali vivo. Cara, pra mim, jogar com 80 mil pessoas, como já aconteceu, me assistindo, me vaiando, pra mim é muito bom. Quanto mais cheio, melhor. Eu gosto de jogar com gente, porque pressão mesmo é tu jogar dentro de um campo, na várzea, dentro de uma comunidade, na comunidade rival, jogando uma final de campeonato.
e escutando tiro pra cima e foguete do outro time e ameaça. Então a várzea trabalha muito também teu psicológico, né, pra te aprender a suportar a pressão. ورافينيا بيحكي ان هو في الفتره دي ما كانش معاه فلوس يشتري اكل، فكان بيطلب من الناس في الشارع ان هم يشتروا له. وبعد سنين كتير من المعاناه قدر رافينيا اخيرا يدخل اكاديميه افاي في البرازيل وهو عنده 18 سنه، وده سن كبير بالنسبه للاعب يبدا في اكاديميه. في السن ده في البرازيل الطبيعي ان اللاعب يكون خلاص يعني في سنين تالقه ومستعد للانتقال لاوروبا، فكون ان اللاعب يدخل في السن ده حاجه غريبه شويه. وللاسف بعد انضمام رافينيا لاكاديميه افاي اتعرض لاصابات كتير، ولكن ده اكيد مش هيوقفه. يعني بعد المعاناه اللي عاشها دي كلها مش هيجي هنا ويستسلم، لان الكرة بالنسبه له دلوقتي مساله حياه او موت، ومش بس ليه لوحده كمان لعيلته معاه. المهم رجع رافينيا من الاصابه ولعب مع افاي في بطولات الشباب في البرازيل زي بطوله ساو باولو اللي هي اكبر بطوله للشباب في البرازيل كلها، وكمان بطوله سانتا كاترين. وفي 2016 كان في كشاف مواهب بيتفرج على المباريات بتاعه افاي وشاف رافينيا، والكشاف ده بالمناسبه كان تبع شبكه كشافين ديكو والشركه بتاعته دي 20. والكشاف ده نصح ديكو ان هو يسافر بسرعه للبرازيل ويتعاقد مع رافينيا، لان في انديه برازيليه كتيره كانت بتتابعه زي بوتافوجو وكورنثيانز. وبالفعل ديكو سافر وقدر يقنع رافينيا بالتوقيع معاه، وانتقل رافينيا لفيتوريا جيماريش في البرتغال وسافر برفقة أمه هناك، ودي كانت أول محطة احتراف حقيقية بالنسبة لرافينيا. في البداية لعب رافينيا مع الفريق الرديف لفيتوريا جيماريش في البرتغال، ولكنه لفت الأنظار بسرعة بسبب سرعته وحدته ومهاراته، عشان بعدها يتصعد للفريق الأول في موسم 2017-2018. ورافينيا أنهى الموسم ده بتسجيل 18 هدف وصناعة 6، والموسم ده كمان كان أول مرة يشارك في البطولات الأوروبية، شارك مع فيتوريا جيماريش في اليوروبا ليج، والجمهور البرتغالي كان بيقول عليه أوريو معناها البرق بالبرتغالي. وفي الموسم ده خد جائزة أفضل لاعب شاب في الفريق، وكمان دخل تشكيلة الدوري البرتغالي للموسم، وكان هداف الفريق الأول. ودخل أندية كتير تحاول تتعاقد معاه، ولكن النادي اللي قدر يكسب السباق التعاقد معاه كان نادي سبورتنج لشبونة، وقدر يتعاقد مع رافينيا بقيمة 6 مليون يورو بعقد لمدة 5 سنين. رافينيا تعرض لإصابات كتير في الموسم ده، كان كل ما بيرجع بيتصاب، ولكنه قدر ينهي الموسم بتسجيل 14 هدف وصناعة 6. وفي 2019 قدم نادي رين الفرنسي عرض بقيمة 21 مليون يورو رافينيا، وده خلاه يوافق على الانتقال ليهم، وخلى كمان سبورتنج لشبونه طبعا يوافق، وبقى اغلى لاعب في تاريخ رين الفرنسي. وفي اول موسم ليه مع رين في الدوري الفرنسي قدم اداء كبير في كل المباريات الكبيره تقريبا، وكان حجر الاساس في الهجوم عندهم، وقدر يحسم لهم الديربي بهدفين منهم هدف في اخر دقيقه. وعامه رافينيا من اكتر اللاعبين الحاسمين اللي شفتهم في حياتي، هو من يومه كده يعني واضح ان بطولات فارزيا خلته ما بيتوترش خالص تقريبا، في كل المباريات الكبيره بتلاقي حاضر. المهم بعد الموسم الكبير ده قدر رافينيا يقود رين ان هو يتاهل لدوري ابطال اوروبا لاول مره في تاريخه. في الفتره دي مارسيلو بيلسا كان بيدرب نادي ليدز يونايتد الانجليزي، وقدر يصعد بيهم من دوري الدرجه الاولى الانجليزي للبريمير ليج، وكان محتاج يتعاقد مع لاعبين كتير، فكان بيتابع الظهير الايمن لنادي رين، ولكن اللي لفت نظره رافينيا، وبالتحديد اللي لفت نظره في رافينيا هي حدته والورك ريت بتاعه، خصوصا لما كان بيخسر الكوره كان بيبقى بيهجم على اللاعب حرفيا، مش بيسيب اي مساحه ولا حاجه، وده غير معتاد على لعيبه الاجنحه خصوصا البرازيليه. ويمكن لو اتفرجت على رافينيا في الفتره دي كنت هتحس ان كل اللي بيحركه هو الغضب، يمكن الغضب اللي كان بسبب طفولته وبسبب مشاركته في بطولات الفارزيا اللي هي خلته حاد كده، وده ما خدش وقت من بيلسا خالص عشان يقدر يكتشفه في رافينيا. في الفتره دي نادي رين كان عنده مشاكل ماليه، فكان مضطرين يبيعوا لاعبين كتير، واكتر لاعب كان ممكن يجيب لهم فلوس هو كان رافينيا، فوافق على عرض ليدز يونايتد الانجليزي اللي كان بقيمه 17 مليون استرليني، تقريبا 20 مليون يورو، وده اقل من القيمه اللي تعاقدوا بيها مع رافينيا. ويمكن ما تعرفش دي كانت حاجه محبطه لرافينيا ان هو هيسيب رين بعد تاهل لدوري الابطال، ان هو كان بيلعب في الشامبيونز ليج، ولا كانت حاجه كويسه بالنسبه لرافينيا ان هو هيتدرب مع بيلسا اللي هو مدرب كبير جدا بالنسبه للاعبين اللاتينيين خصوصا. بداية رافينيا كانت صعبة ولكنه قدر يتأقلم بسرعة، وفي 28 نوفمبر سجل أول هدف ليه مع ليدز يونايتد، وبتسجيله الهدف ده رافينيا جاب لليدز يونايتد أول 3 نقط ضد إيفرتون في جوديسون بارك من 1990. عموما رافينيا في الفترة دي كان أهم لاعب في ليدز، وكان شايل مسؤولية الفريق كله، وده كان واضح لأي حد بيتفرج عليه. في الموسم ده سجل رافينيا 6 أهداف وصنع 9، وقدر يساعد ليدز إن هم يخلصوا في المركز التاسع في الدوري. والموسم الثاني كمان بدأ بصعوبة شديدة بالنسبة لليدز يونايتد بسبب إصابات كتير متراكمة، وكمان كان نزول الأداء، لأن في الموسم الأول كانوا بيضغطوا بجنون، فالحدة البدنية بتاعتهم وقعت، الفريق طبعا كانت حالته يعني واضح ان هو كان ممكن يهبط من بدايه الموسم. رافينيا في الموسم ده كان هو المنقذ والهداف بالنسبه لليدز يونايتد، سجل 11 هدف وصنع 3، وكمنهم اهم هدف بالنسبه لهم في الموسم الهدف اللي سجله ضد برنتفورد من ضربه جزاء في الجوله الاخيره، واللي خلى ليدز يونايتد يكمل في الدوري الانجليزي. وفي
الفترة دي أندية كبيرة كتير كان عينها على رافينيا زي برشلونة وتشيلسي وليفربول، ولكن رافينيا في الفترة دي كان مركز بس إن هو ينهي الموسم مع ليدز في الدوري الإنجليزي وإن هم ما يهبطوش. وبعد انتهاء الموسم قدم تشيلسي عرض بقيمة 65 مليون يورو. الكل كان متوقع إن خلاص تشيلسي حسم الصفقة ورافينيا هينتقل ليه. وبرشلونة في الفترة دي كان عنده مشاكل مالية كتير، ولو عايز تعرف إيه هي المشاكل المالية دي تقدر تتفرج على الفيديو اللي أنا عامله على القناة بتاعتي من هنا. المهم الكل كان متوقع إن برشلونة مش هيقدر يتعاقد مع رافينيا، لأن في الفترة دي كان في بند في عقده مع ليدز يونايتد إن هو لو النادي هبط قيمة التعاقد معاه هتقل جامد جدا. مش فاكر كانت هتبقى ب 25 مليون تقريبا أو 30 حاجة كده. فكان برشلونة مستني إن هو يعني ليدز يونايتد يهبط، وأنا فاكر في الفترة دي كلنا كجمهور برشلونة كنا بنتفرج على المباراة. Barcelona were thinking that if Leeds were relegated, his price was lower and they could afford it. ولكن بعد استمرار رافينيا مع ليدز يونايتد ما كانش قدام برشلونة غير إن هو يدفع قيمة التعاقد مع رافينيا. فاكرين بقى مين كان قدوة رافينيا في طفولته؟ كان رونالدينيو. وعامة برشلونة عندهم يعني تقريبا أكتر لعيبة برازيليين مبهرة في التاريخ لعبوا فيها، رونالدينيو ونيمار وريفالدو ورونالدو وروماريو واللعيبة دي كلها. فزي ما تقولوا كده عندهم برازيليان هيريتج، كل اللعيبة البرازيليين بيحبوا برشلونة تقريبا حتى لو لعبوا ريال مدريد. وكمان ديكو الوكيل اللي جاب رافينيا من البرازيل لأوروبا، طبعا احنا عارفين علاقته ببرشلونة وهو أصلا المدير الرياضي لبرشلونة الحالي، لعب دور كبير في الصفقة وقدر يقنع رافينيا بالانتقال لبرشلونة. وللأسباب دي كلها رافينيا كان محدد وجهته وكان أصلا مستني عرض من برشلونة، لأن ده حلم طفولته من اللحظة اللي شاف فيها رونالدينيو في 2003. وصل رافينيا لبرشلونة بعد تفعيل الرفعات الاقتصادية لروبولتا. وكمان وصول رافينيا كان مع صفقات تاني كتير زي ليفاندوفسكي وكريستنسن، وكان واضح ان تأقلم رافينيا في البداية هيكون صعب مع برشلونة بسبب التغيير الكبير في التشكيلة. وكمان بالإضافة لصعوبة التأقلم وتشكيلة جديدة على رافينيا وعلى برشلونة نفسها، كان في منافس لرافينيا في التشكيلة وهو كان عثمان ديمبلي اللي كان تشافي شايفه لاعب أفضل من رافينيا عامة، خصوصا في الأدوار اللي أصلا كان بيطلبها تشافي. يعني تشافي كان عايز من رافينيا إنه يكون لاعب جناح خط، ديمبلي أكيد أحسن منه في الدور ده. وبسبب تفضيل عثمان ديمبلي على رافينيا كان بيحس دايما إن هو مش مهم، يعني كان دايما بيخرج بديل مهما قدم اداء كبير، وكان بس لاعب موجود بسبب ان عثمان ديمبلي مصاب. وانا عندي مشكله عامه مع تشافي هرنانديز، تشافي دايما بيبقى مصر على اسلوب، وكان عنده بالفعل عثمان ديمبلي اللي يقدر يعمل له الادوار اللي هو كان عايزها، ولكن ما كانش بيحاول يأقلم نفسه او يعني ما بيحاولش يبني الفريق حوالين الامكانيات اللاعبين الموجوده عنده، ولكن دايما عايز لاعبين ينفذوا الاسلوب بتاعه بغض النظر عن امكانيات اللاعبين بتوعه. زي رافينيا مثلا اللي شفنا هانزي فليك شاف مميزاته ايه وقدر ان هو يحطها في الفريق ويستخدمها كويس. وزي برضو اصرار تشافي على تعاقد مع زوبيميندي اللي هو كان هيكون صفقه كويسه، بس كان اوريدي عندك لعيبه كويسين زي ديونج وبدري، واللي شايفين برضو فليك بيعمل ايه دلوقتي. وبسبب عناد تشافي ده خسرنا لاعبين كتير زي نيكو جونزاليس مثلا، وكنا هنخسر رافينيا نفسه اللي بعد اول موسم. بالمناسبه الموسم ده برشلونه كسب فيه الدوري وكاس السوبر، ورافينيا ساهم فيه في البطولات دي، ولكن للاسف سجل برضو 6 اهداف وصنع 7 بس، ارقام قليله جدا بالنسبه لجناح برازيلي مدفوع فيه الرقم ده، واللي كان واضح ان هو لسه محتاج وقت للتأقلم. لكن كتير من جمهور برشلونه كان عندهم نفس المشكله بالظبط اللي كانت عند تشافي. جمهور برشلونه كان شايف ان رافينيا جناح برازيلي، فالمفروض ان هو يكون الجناح اللي في دماغه حاجه زي نيمار رونالدينيو، لكن مش رافينيا ابدا. فكانوا شايفين ان هو لاعب مش كويس وعايزينه يتباع على طول بغض النظر عن امكانياته ايه اللي محدش اصلا كان شايفها. والموسم الثاني ما كانش سهل خالص عليه، بالعكس هو كان اصعب بالرغم من رحيل ديمبلي لباريس سان جيرمان، ولكن تشافي برضه ما كانش واثق فيه. وعلى الرغم من الموسم الصعب والاصابات الكتير جدا اللي ضربت برشلونه، ولكن رافينيا في نهايته بقى اهم لاعب في الفريق، وده كلنا شفناه بوضوح في مباراه باريس سان جيرمان مثلا في الذهاب وفي الاياب حتى. وتشافي في الموسم ده في اخره نقل رافينيا للشمال بسبب ظهور لامين يامال، وبسبب ان هو لقى ان هو بيأدي افضل. ووجود رافينيا على الشمال او يعني في انصاف المساحات ان هو كان بيبقى في الاخر لاعب سنترال مش جناح شمال طبعا معزول، ده خلى رافينيا يظهر بشكل احسن بكتير. وجوده كمان مع لامين يامال ومع لاعبين يعني بيبرزوا امكانياته اكتر خلاه يبقى ظاهر اكتر، وكان شايل مسؤوليه تسجيل الاهداف في الفريق. وزي ما قلنا بالرغم من صعوبه الموسم والاصابات الكتير جدا، ولكن رافينيا في الموسم ده كان احسن من الموسم اللي فات خصوصا في اخره. يعني كان باين ان احنا قدام لاعب فعلا بينفجر، كان واضح ان بعد الموسم ده هيبقى في موسم اكبر بكتير لرافينيا. ويمكن اكتر حاجه كانت بتعصبني كحد بيشجع برشلونه هو تريقه صناع المحتوى على رافينيا طول الوقت، على الرغم من ان هو كان بيبذل كل حاجه عنده في الملعب وزياده. واعتقد ده بان بعد مباراه باريس، كفايه قوي الكومنت اللي كتبه على انستجرام لما قال ان هو مستعد ان هو يموت نفسه عشان الفريق ده. ويمكن مباراه باريس كانت هي المباراه اللي خلتني يعني متاكد ان رافينيا يجي منه اكتر بكتير. وبصراحه اكتر مشهد كنت حاسه مؤثر بالنسبه لي في الموسم هو مشهد وقوفه قدام الجمهور بعد مباراه الاياب. المهم بعد الموسم الصفري ده اللي انتهى باقاله تشافي هرنانديز، اداره برشلونه حطت رافينيا على قوائم البيع، وكان الكل مستني ان هو يجي له عرض من الدوري السعودي وينتقل ليه. ورافينيا في الموسم ده ساهم ب 23 هدف، سجل 10 وصنع 13. وبصراحه انا كنت حاسس ان ده هيبقى اخر موسم لرافينيا مع برشلونه، ولكن تعيين هانسي فليك غير كل حاجه تقريبا. فليك اتصل برافينيا وشرح له ان هو هيبني هيكل الفريق كله حواليه، فرافينيا حس يعني على عكس اللي كان حاسه مع تشافي ان هو لاعب مش مهم ودايما بديل ومهما ادى، مع هانسي فليك في البدايه
كان حاسس ان هو يعني هيكون لاعب مهم في الفريق، فرافينيا اقتنع واستمر مع برشلونه. بالمناسبه هانزي فليك عمل كده كمان مع انيجو مارتينيز اللي كان هينتقل للسعوديه ولكن استمر مع برشلونه في الموسم ده. وفليك ادى رافينيا كل اللي هو محتاجه عشان يقدر ينجح مع برشلونه، فريق شرس في الضغط حواليه، منظومه هو بيقودها، وحس باهميته والثقه اللي كان هانزي فليك مديها له. فطبعا كلنا شفنا الموسم الخرافي اللي قدمه رافينيا، وانفجر رافينيا مع هانزي فليك وتحول لواحد من اهم اللاعبين ان ما كانش اهم لاعب في العالم. وانا في تحضير الفيديو ده اتفرجت على اكتر من 20 فيديو تقريبا وقريت مقالات كتير، ويمكن احسن فيديو لقيته بيلخص القصه دي كلها هو فيديو لاي فوزي. هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت لو حابب تتفرج عليه. شرح بالظبط الفرق التكتيكي ما بين تشافي وما بين هانزي فليك في التعامل مع رافينيا، وكمان الجانب النفسي للموضوع. وفي الموسم ده رافينيا انفجر وبدا بقوه جدا، ويمكن هاتريك بايرن ميونخ كان هو الاعلان الحقيقي عن وصول رافينيا لبرشلونه. وفي الموسم ده قدم اداء كبير جدا لدرجه ان لو قلت لاي حد ان رافينيا هيكسب البالون دور ما كانش هيستغرب، بالعكس دي كانت الحاجه اللي ناس كتير كانت مستنياها اصلا. وفي الموسم ده كسر رافينيا رقم ميسي التاريخي في دوري الابطال مع برشلونه، وكمان عادل رقم رونالدو التاريخي في دوري الابطال بالمساهمه ب 22 هدف، كل اهدافه كانت مهمه يعني في ادوار اقصائيه ومباريات كبيره. وكمان سجل في نهائي السوبر هدفين، وسجل وصنع في الكلاسيكو في الذهاب والاياب في الدوري، وساهم عامه بفوز برشلونه بالدوري وبالكاس وبكاس السوبر، وساهم بنص اهداف برشلونه في دوري الابطال و26% من اهداف برشلونه برضو في الدوري، وقدر ينهي الموسم ده ب 59 مساهمه في كل البطولات. وبعد الموسم الكبير ده اللي للاسف انتهى بعدم فوز برشلونه بدوري الابطال وخروجه من نص النهائي، انا شخصيا كنت متوقع ان ناس كتير هتنسى رافينيا في الجوائز الفرديه، وده للاسف حصل فعلا في البالون دور اللي رافينيا جه فيها في المركز الخامس، بالرغم من ان هو اكتر لاعب تقريبا ادى اداء فردي على مدار الموسم، او يعني اداء كونسيستنت او مستمر على مدار الموسم، ولكن زي ما قلت للاسف هو تعرض للظلم. ديمبلي مثلا ما لعبش كويس غير في شهر 1 أو 2 لحد نهايه الموسم، ما كانش اهم لاعب في باريس وما كانش اهم لاعب في كل المباريات الكبيره حتى. ومحمد صلاح كان قدم اداء كبير فعلا وقدم موسم كبير، وكان السبب الاساسي في فوز ليفربول بالدوري الانجليزي، ولكن للاسف ليفربول خرج من دور ال 16. وكمان صلاح نهى الموسم بشكل سيء جدا، وفيتينيا ما كانش يستحق ان هو يكون قدام رافينيا خالص باي شكل من الاشكال. وحتى لامين يامال اللي هو كان احسن لاعب ادى اداءات فرديه في الموسم كله في مباريات معينه، لكن على مدار الموسم ما كانش كونسيستنت او ما كانش اداؤه مستمر، بالعكس رافينيا هو كان اهم لاعب في الفريق في اطول فتره من الموسم او تقريبا في كل فترات الموسم. وللاسف كمان اداره برشلونه يقع عليها بعض اللوم في الموضوع ده، لان هم ما دعموش رافينيا في الاعلام، وكل الدعم كان موجه للامين يامال. والجائزه عموما كان فيها مشاكل كتير، كفايه بس مركز بدري وكول بالمر ده يعتبر فضيحه للبالون دور. المهم في الصيف بعد الموسم الخرافي اللي قدمه رافينيا كان في جزء من جمهور برشلونه برضو بينكر او يعني بينفي اهميه رافينيا مع الفريق، وكانوا عايزين جناح شمال بداله، وان رافينيا ينتقل لمركز رقم 10 او يمشي من الفريق، ويعني بيقولوا هو في القمه يقدر يجيب يعني مبلغ كبير. ودي بصراحه حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. حاسس عامه النوع ده من الجمهور كان يستاهل فعلا ان رافينيا يتصاب في اول الموسم عشان يعرف اهميته. وكلنا شايفين برشلونه بيعاني ازاي دلوقتي في ظل الاصابات الكتيره اللي ضربته، خصوصا اصابه رافينيا، ويمكن الكل دلوقتي يعرف اهميته خصوصا جمهور برشلونه. وانا عامه بحب اللعيبه اللي بتدي كل اللي عندها في الملعب. رافينيا هو اكتر لاعب في العالم او تقريبا اكتر لاعب في التاريخ بيدي كل اللي عنده في الملعب، فاتمنى ان هو يرجع من الاصابه دي ويكمل على تقديم الاداءات الكبيره ويعمل ارقام كمان اكتر. واتمنى كمان ان هو يحقق مركز كويس في ذا بيست ان ما كانش يكسبها. وكلنا عامه هنشوف اللي هيحصل قريب في جائزه ذا بيست المقدمه من فيفا، يعني المفروض ان هي تكون فير اكتر. يعني اعتقد بس كده. انت قول لنا ايه رايك في وضع رافينيا الحالي وبس كده. واكيد لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تشترك في القناه بتاعتي والقناه هنا. شكرا على المشاهده، سلام. For me, you the real winner. Five place is robbery. It's a real robbery.